بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن تجربة صغيرة كده جت في دماغي بالصدفة وقلت أشارككم بيها يعني. هنفترض إن جامعة اسكندرية من 6 سنين فاتوا كان اللي متقدم ليها هما التلاتة طلبة دول بس. كلية الطب كان فيها 3 طلبة هما سميناهم A و B و C. الطلبة دول قبل ما يخشوا الكلية عملنا لهم اختبار قدرات عقلية. طلع الطالب A قدراته 5 بلس، الطالب B قدراته 3 بلس، الطالب C قدراته 1 بلس. التلاتة طلبة بتوعنا دول دخلوا كلية الطب. كل واحد فيهم خلال كل سنة في كلية الطب كان بيبذل أقصى جهده في المذاكرة، وكان بيتعب جدا جدا بأقصى حاجة يقدر عليها عشان يتفوق ويطلع من الأوائل. كل واحد فينا طبعا نفسه يطلع دكتور كويس، دكتور شاطر ينفع نفسه وينفع دينه وينفع بلده. طيب، الطلبة دول نتيجة لاختلاف قدراتهم العقلية، الطالب A كان بيذاكر 20 ساعة في اليوم، الطالب B كان بيذاكر 15 ساعة في اليوم، الطالب C كان بيذاكر 6 ساعات في اليوم. والاختلاف قدراتهم العقلية ديت بالتالي تحصيلهم هيختلف. بعد ما عدوا ال6 سنين بتوع الكلية بتاعتنا العزيزة طبعا، كل واحد فيهم كان مستني يشوف نتيجة تعبه دوت ايه في النهاية. لما ظهرت نتيجة البكالوريوس كانت المفاجأة دي. لقوا ان الأول عليهم هو الطالب A جايب امتياز، والطالب B جايب جيد جدا هو التاني، والتالت كان الطالب C جاب جيد. اتخرجوا التلاتة بهذا الترتيب وتعينوا في المكان اللي ربنا كاتبه لهم بناء على هذا الترتيب. فكرنا احنا بقى كده في التجربة ان احنا نعمل ايه. التلاتة طلبة دول اول ما دخلوا الكلية قرروا ان هم مش هيذاكروا، هيحاولوا يتعلموا او يجمعوا الطب كده اللي يقدروا عليه، بس مش هيذاكروا. هتبقى نتيجتهم ازاي بعد ال6 سنين دول؟ بقت كده. لقوا ان برضو الاول هو الطالب A، والتاني هو الطالب B، والتالت هو الطالب C. الاستنتاج من تجربتي دي البسيطة جدا اللي البعض قد يشوفها تافهة وعبيطة، ان كل اللي احنا عملناه من يوم ما دخلنا الكلية تعب ووجع قلب، وكل الايام المألمة بلاش تبقى سودة قوي اللي احنا شفناها ديت ما كانش ليها اي لازمة. ان احنا لو كنا اتفقنا من سنة اولى ان احنا يا جماعة محدش فينا هيذاكر، او هنذاكر مثلا من كل كتاب 10 صفحات، كان هيبقى برضو اول الدفعة هو الاول والتاني هو التاني الى اخر واحد في الدفعة كان هيفضل هو هو. فطبعا على افتراض حسن النية ان مفيش حد فينا هيكون الواحد. بس عايز اشوف بقى رأيكم في التجربة البسيطة ديت، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية.